ضحكة واحدة بس مقسومة نصين، وكل نص ليه حكايته، واحنا هنحكيها لكم في حكاية ضحكة. الضحكة دي كانت بتعاني من تآكل شديد في العظم واللثة في الفك اللي فوق، ومشاكل كتير زي تسوسات وبرضه تآكل في العظم بس بدرجة أقل في الفك اللي تحت. وعشان كده كان لازم تكون إجراءات العلاج مختلفة في كل فك. في الفك اللي فوق وبسبب تآكل العظم الشديد ما كانش ينفع أي علاج غير الزراعة. خلعنا كل الأسنان الموجودة وعملنا زراعة فك بالكامل، واللي فيها المريض بنركب له تركيبات مؤقتة لمدة 3 شهور علشان ما يمشيش من غير أسنان. وفي الفك اللي تحت عملنا علاجات للتسوسات وعلاج جذور وتركيبات مؤقتة لنفس مدة ال3 شهور علشان الفك اللي فوق. مهم جدا في الحالات اللي زي كده التركيبات النهائية تتعمل كلها في نفس الوقت. بعد 3 شهور في الفك اللي فوق عملنا تركيبات نهائية على الزراعة، وفي الفك اللي تحت عملنا تركيبات نهائية على الأسنان. نصين ومش هتلاقي فرق، نص على زراعة ونص على أسنان، والتركيبات نفس الشكل نفس اللون، وعمرك ما هتحس فرق. وبكده خلصنا ضحكة النهاردة، كل نص فيها بطريقة علاج مختلف علشان تخلص حكايتها وتبتدي بداية جديدة مليانة ثقة وتناسق.